السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض الجلاش بطريقة سهلة وبسيطة وبحشوة مختلفة، وهنعمله بالكاستر. عملناه قبل كده بالمهلبية او بالقشطة الكدابة. المرة دي هنعمله معاكم بالكاستر، وهيطلع معاكي في منتهى الجمال زي ما انت شايفة كده، مورق وطعمه حلو وبجد هيعجب اولادك وهيشرفك قدام ضيوفك. بصوا ما شاء الله من فوق ومن تحت. وهقولك على الشربات بتاعه او السيرة بتعمليه ازاي، وهيطلع معاكي بالجمال ده. طريقته سهلة جدا وبسيطة، وهتقدري تقومي لو عندك لفة جلاش وتعملي احلى حاجة حلوة لاولادك في البيت، وبطريقة اقتصادية وسهلة، مش هياخد منك 10 دقايق. تعالوا مع بعض يا حبايبي نشوف الطريقة والمقادير بتاعتنا. اول حاجة هنسمي بسم الله. معايا كيس من مسحوق الكاستر بالفانيليا، لان في منه بالشوكولاتة. معايا نص لتر من الحليب او اللبن. طبعا دي لفة الجلاش وريتها لكم، ببقى جايباها من اللي هي عند المنتجات بتاعة الفطير المشلتت والعيش والحاجات دي. بفضله اكتر من اللي هو بيتباع يعني في السوبر ماركت. هنا كده انا فضيت الباكت بتاع الكاستر، وببتدي انزل بقى السكر. واهم حاجة ما تزوديش الحلا بتاعه، لان طبعا احنا هنحط شربات على الجلاش. كده انا قلبته ورفعته على نار متوسطة. هنا بنعمل السيرب. حطيت كوباية من السكر على كوباية ونص من المية، بس كانت الكاميرا مقفولة فجت كوباية بس. هنا كده خلاص على نار هادية، واهم حاجة ان يكون على نار هادية عشان ما يحصلش معاكي التكتلات. هنا كده السيرب على النار. كل ده بنعمله في نفس الوقت اختصارا للوقت. هنا كده بجيب بقى لفة الجلاش بتاعتي، وطبعا انا سايبة الكاستر على نار هادية، وسايبة كمان السيرب على النار او الشربات على النار، تمام، عشان ياخد ويغلي مع نفسه. هنا كده بفتح بقى لفة الجلاش زي ما انتوا شايفين، وعادي لو اللفة اتقطعت منك مفيش اي مشكلة. هجيب بقى صاج او صينية حسب المتوفر عندك، لو انت عايزة تعمليها في حاجة مربعة او حاجة مدورة، اللي انت عايزاه مفيش اي مشكلة، بس لو مربعة بتسهل عليكي. انا جبت كده الصاج اللي عندي، وببتدي بقى ادهنه سمنة، وباخد ورقتين وببتدي ادهن ورقتين ورقتين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهو مفيش اسهل من كده، طريقته سهلة وخطواته بسيطة جدا. بمسك ورقتين ورقتين. لو انتي مش حابة بقى الطريقة دي ممكن تسيحي السمنة وتشربها له في الاخر، وبتطلع نفس النتيجة. هنا كده انا هحط ورقتين تانيين، ولو في اي زيادات هتتنيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. ببتدي اتني بقى من الحروف ومن الجناب على اساس عشان خاطر الجلاش يبقى على قد الصاج بتاعي. هنا بقى كنت حطيت ورقتين، وطبعا اللفة شوفي الورق اللي فيها قد ايه، لان طبعا هي وزنها دي نص كيلو، فبتشوفي الوزن وبتحطي النص تحت والنص فوق. هما طلعوا معايا 16 ورقة، فانا حطيت 8 من تحت و8 من فوق. اهو يا حبايبي كده بصوا، ببتدي بقى ان انا ادهنها عشان يطلع معاكي مورق ويبقى طعمه في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم الصاج خلص في ساعتها بجد من جماله. انا كده خلاص بقى خلصت الجزء اللي من تحت. هجيب بقى كريمة الكاستر معايا، وفي الاخر كده خالص انا طفيت عليها النار، وده القوام المناسب. هسيبها طبعا لما تهدى شوية، مش هصبها كده. وهبتدي بقى اجيب نقطتين 3 من الفانيليا. هو طبعا مفيش اي زفارة، بس احنا عشان نعزز الطعم والريحة. هنا كده خلاص بقى دوبت كله في بعضه، وببتدي انزل بقى بالكريمة بتاعتي كده على قلب على الجلاش اهو زي ما شايفين. هنزل بقى باقي الكمية كده كلها، وهبتدي بقى بالسبوتلة ابتدي اظبط كده بالراحة. اهم حاجة عشان الجلاش بتاعك الورق بتاعه طبعا بيبقى ضعيف فما يتقطعش منك. اهو يا حبايبي بالراحة كده بتبتدي ان انتي تسويه، بس برضو ما تسيبهوش لما يبرد خالص، عشان لو تماسك مش هتقدري ان انتي تفرديه، ولا هيتفرد معاكي بكل سهولة زي ما انتي شايفة كده. هتبتدي بقى توزعيه على الصينية بتاعتك او الصاج بتاعك في كل الجهات، عشان يبقى كل الحشوة موجودة في كل ورق الجلاش. اهو هظبط بقى كله، وهبتدي بقى ان انا كده ادبه دبتين عشان يطلع معايا مظبوط. هسيبه لما يهدى خالص ويبرد تماما، وهبتدي احط الطبقة اللي من فوق الوش، عشان مش هينفع وهو سخن، مش هتقدري ان انتي تتحكمي في تقطيعه. اهو يا حبايبي بصوا، حطيت برضو دهنت. طبعا الطبقة اللي بنزل عليها الحشوة هي اللي ما بحطش عليها سمنة. وبرضو هحط ورقتين تانيين، وهكمل برضو باقي الكمية بنفس الطريقة دي. وهبتدي بقى مرة من الجنب ده ومرة من الجنب ده عشان يطلع معاكي القطع متساوية. هنا بقى هجيب بقى القطاعة كده بتاعة البيتزا، وهبتدي اخده قطع بالعرض
طبعا الحجم اللي انت عايزاه او اللي يناسبك بتبتدي تقطعي على الحجم اللي انت عايزاه اهو كده زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايبي. مفيش اسهل من كده، طريقته سهلة جدا وبيتقطع معاكي في كل سهولة، بس على قد ما تقدري تحكمي فيه عشان الحشو ما تطلعش منه اهو. هنا بقى بقطع بالراحة لان الورق ابتدى ان هو ياخد تقطيعة المكعبات، فانا مش عايزة اي ورقة تفلت مني. هنا كده خلاص بقى قطعته كده زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى اخر حاجة السمنة وبدهنها، لو انت حابة تدهنيها قبل ما تقطعي تمام، لو حابة تدهنيها بعد ما قطعتيه زي مفيش اي مشكلة. هنا كده دهنا الوش كله. بنشغل بقى الفرن على درجة حرارة 180 وفي الرف الوسطاني. لو عندك مروحة تمام، لو بيشتغل عندك امكانية فوق وتحت وبتشغلي عليه. انا بصراحة ما شغلتش الشواية، بس لو انتي ما عندكيش الامكانية بتاعة المروحة تقدري تشغلي شواية. هنا كده بقى كان خلاص السيرب بارد وهو لسه طالع من الفرن حالا. ببتدي بقى ان انا اشربه بالشكل ده، وده كده كان شكله النهائي يا حبايبي. طريقته سهلة جدا وبسيطة. طبعا ضفت فانيليا ونص ليمونة على السيرب، وبكده يا حبايبي كانت الشكل النهائي بتاع الجلاش بتاعنا. يا رب الطريقة او الوصفة تكون عجبتكم. لو عجبكم الوصفة او الطريقة ما تنسوناش باللايك الحلو والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكوا كل جديد من فيديوهاتي ووصفاتي. واشوفكم في وصفة جديدة واسيبكم في حفظ الله ورعايته. ما تنسوش بقى اللايك بالاشتراك. السلام عليكم.